محمد القباج، حكم دولي في ألعاب القوى. نتحدثوا على هذا المهرجان ديال الميتينغ انترناسيونال دايمن ليغ اللي غيتجرى في مدينة الرباط بالمغرب، اللي تعتبر من الأقوى اللي تضم أقوى المشاركين في العالم. جميع العدائين اللي عندهم توقيتات هامة وعندهم أرقام قياسية. فبالنسبة للتنظيم الجامعة، جميع اللوجيستيك موجود وحضرته بواحد العنايه اللي كنشوفوا ملي كنديروا الفرق بين الدايمن ليغ وبين بطولات العالم. كنلقاو ان الدايمن ليغ التنظيم ديالها لا بالنسبه للوجيستيك ولا بالنسبه للحكام ولا بالنسبه كنلقى اقوى من بطولات العالم. فكنتمنوا انه باش يحظى بواحد النجاح، واللي تعتبر المغرب من خيرات المنظمين لا بالنسبه لافريقيا ولا بالنسبه للعرب ولا بالنسبه للعالم الدولي. دونك كنتمناو النجاح الباهر، وكنتمناو انه باش يتحققوا ارقام قياسيه لجميع الحكام وجميع المنظمين ديال الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى، اللي عطاو جميع الامكانيات باش يمكن لهم باش جميع العدائين انهم يحسنوا من التوقيت ديالهم ويضمنوا ارقام قياسيه. وهذا كيخضع للقانون ديال الاتحاد الدولي، وخصوصا ان كنعرفوا ان التوقيت الالكتروني اللي في المستوى العالي، ولا بالنسبه للحكام اللي المغرب كيحصل على من احسن الحكام اللي كيتواجدوا في العالم باسره. خصوصا ناخذوا السي الطناني، ناخذوا السي اوبان، ناخذوا سي وهاب، ناخذوا سي عبد البار، سي المكاوي، سي تيجاني حمو، اللي عندهم الصيت في عالم العاب القوى. وكنتمنى كنتمنى الحظوظ لجميع العدائين انه باش يحققوا المبتغى ديالهم. شكون العداء اللي غدا ان شاء الله غادي يكون النجم ديال هذا الملتقى؟ وبدون شك حنا تنقولوا البقالي، لان هذا هو الامل ديالنا ديال المغاربه كلهم. خصوصا انني الا بغيتي نضيف لك انني يلاه جيت من البطوله العربيه اللي كنت فيها انا في ضمن اللجنه التقنيه، واللي في الحقيقه العدائين المغاربه ديال تحسن 23 حققوا نتائج في المستوى العالي، وانهم حققوا واحد مجموعه ديال الميداليات ديال 15 ميداليه ذهبيه وواحد المجموعه ديال الميداليات فضيه. وهذاك لان فرق كبير بهم بين الثاني، لان المغرب حصل على 15 ميداليه ومصر حصلت على 9 ديال الميداليات، بما انه الجزائر حصلت على 5 الميداليات الذهبيه. يعني الا كنتي تجمع جوج فراقي وهذاك ما كانوش يقدروا يحصلوا على العدد الميداليات اللي حصل عليهم المغاربه. خصوصا ان المشاركه المغربيه شاركوا ب 27 عداء، وبالنسبه للجزائر شاركت محمد هذا يرجع للفضل السياسه ديال السيد الرئيس، وهذا هو المبتغى ديالنا. وهو بدات كتظهر نتائج من خلال هاد العدائين اللي برزوا بشكل كبير في البطوله العربيه، خصوصا انهم حصلوا جميع الميداليات، ومع ماشي حصلوا جميع الميداليات، كذلك حققوا اوقات جد مهمه اللي مهمه السن ديالهم ما كيطراو بين 18 سنه و23 سنه. خصوصا ان واحد العداء اللي كانت نكته انه ما كانش غادي يشارك، ولكن في الرمي لان كانت عنده ان بليسير، ومع ذلك كانت عنده واحد العزيمه، لان كما كنعرف ملي كيكونوا مؤطرين في المستوى العالي كيلعبوا على البيداغوجي ديال العدائين، اللي كيجعلوا العدائين انهم يتحمسوا اكثر باش يحصلوا على اوقات في المستوى اللي كتاهلهم في باقي الملتقيات الدوليه. وبهذا ذاك العداء حصل على الميداليه الذهبيه بقوه انه حصل على الميداليه الذهبيه. وهذا كنتمنوا ليه ولجميع العدائين مستقبل ظاهر.